أهلا وسهلا فيكم في قناتي أكلات طيبة. اليوم رح نعمل الكيك الإسفنجي البسيط فقط بثلاث بيضات. هذه الطريقة كتير سهلة وبسيطة وبتناسب كل المبتدئين. بتمنى إنكم تحضروا الحلقة للأخير وما تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصل لكم كل فيديو جديد. وهلأ خلونا نبدأ الوصفة. بداية إحنا بنحتاج 3 بيضات. هدول ال3 بيضات لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. نخفقهم وبنضيف عليهم 2 ملعقة صغيرة فانيلا. نخفقهم بالخفاق اليدوي لمدة دقيقتين حتى يصبح لون البيض أصفر فاتح. كل ما بنزيد مدة الخفق معناته البيض صار لونه أفتح، معناته دخل فيه الهواء أكتر والكيكة رح تنتفخ وتصير أفضل. بنضلنا نخفق. بعديها بنضيف السكر وهو 1/4 كوب سكر، وبنستمر بالخفق. نخفق منيح لحتى تمتزج المكونات وكمان يصير لون الخليط أصفر فاتح. بعدها بنضيف 1 ملعقة صغيرة خل وبنخفق جيدا. أقولكم أول سر من أسرار نجاح الكيك هو خفق البيض جيد. كل ما بتخفقوا البيض أكتر معناته أنتوا عم بتدخلوا هواء أكتر، معناته الكيكة رح تنتفخ. بعدها بنضيف 1/4 كوب حليب سائل وبنستمر بالخفق. بعدها بنضيف 3/4 كوب زيت نباتي وبنخفق جيدا. لازم ضلكم تخفقوا منيح. كل ما بتخفقوا بصير اللون أفتح، معناته انتوا عم بتدخلوا هوا، معناته الكيكة رح تصير هشة ورح تصير طرية، وهذا السر الكيك الإسفنجي. بعديها بنجيب 2 كوب طحين. الطحين لازم ننخله قبل ما نستخدمه. ليش احنا بننخل الطحين؟ وهذا من أساسيات الكيك، لأنه كل ما بننخل الطحين معناته عم بندخل هوا وعم بنساعد الكيكة إنها تنفخ بالفرن وبنساعدها إنها تكون أطرى. هلا أنا حكيت لكم سرين من أسرار نجاح الكيك: خفق البيض جيد مع السكر، وتاني سر إنه لازم ننخل الطحين. بنضيف على الطحين 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر وربع ملعقة صغيرة ملح. بدي أحكي لكم سر تاني: الملح ما تضيفوه فوق البيكنج باودر، ضيفوه على جنب البيكنج باودر على الجهة التانية. هاي أول سر. تاني سر: لما بتضيفوا البيكنج باودر بيخلي الكيكة تنتفخ وبيخليها هشة وبيعطيها الطعم الطري. أول ما بنضيف الطحين بنخفق قليلا، يعني شوية بالمضرب اليدوي. لما تخفقه لازم تخفقه بنفس الاتجاه، باتجاه واحد. إذا خفقتوا بأكتر من اتجاه معناته أنتوا عم بتحركوا وبتشيلوا الهواء مباشرة. بشيل الخفاق اليدوي، ما بخفقه كتير، هي مش معجنات. بستخدم السباتولا وبحرك باتجاه واحد من تحت لفوق عشان أحافظ على الهواء، لأني ما بدي الهواء يطلع. بجيب قالب الكيك تبعي، بدهنه كتير منيح بالزبدة وبحط عليه أو الزيت وبرش عليه طحين وبكته عشان تطلع الطحين. وبعديها بدخل الصينية بالفرن على حرارة 180. هلا أول سر من سر نجاح خبز الكيك إنه لازم أكون محمي الفرن قبل بنص ساعة أو ربع ساعة حسب حرارة الفرن، لأن إذا دخلت الكيكة على حرارة وفرن بارد الكيكة رح ترتفع ولا رح تعطينا النتيجة اللي إحنا بدنا إياها. طبعا الكيكة هاي شهية طرية ولذيذة واقتصادية، وأي حد مبتدئ رح يعملها والنتيجة جدا رهيبة وصحتين وعافية.